ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو عجبكم الملخص، ويلا نبدأ. بطلة مسلسلنا النهاردة هدى، وبتكون فقيرة وكل أهلها ماتوا، وبتشتغل فتاة ليل، وصاحبتها عزيزة بتشتغل هي كمان فتاة ليل، وبيكونوا عايشين هما الاتنين في بيت هدى. وبتحكي هدى لصاحبتها إن هي كل ما تركب العربية مع واحد يطلب منها إن هي تقعد معاه وقت أكتر، وإنه عاوز يتكلم معاها. فبتقول لها عزيزة إن قعدتها حلوة، وإن هي كمان بترتاح في قعدتها. وبتقول هدى إنها مش مرتاحة زي ما هما بيكونوا مرتاحين، وإن هي نفسها تتوب. وعزيزة بتحذرها ان هم لو بطلوا مش هيلاقوا ياكلوا، والنور بيقطع، ولما بيرجع مش بتلاقيها جنبها، ولما بتدور عليها بتلاقيها على السرير مع ان النور قطع ثواني صغيره بس ورجع تاني على طول. وبتخاف ساعتها منها عزيزه. تاني يوم بتصحى هدى وبتكون مش فاكره اي حاجه، ولما عزيزه بتحكي لها بتقول ان هي مش فاكره اي حاجه. وبتتضايق جدا ساعتها عزيزه، وبتكون فاكره ان هي عايزه تطفشها من الشقه. وهدى مش فارق معاها الكلام، بس هي مش فاكره، وبتسيبها علشان تجهز وتقوم تشوف الشغل بتاعها. ولما بتقف قدام المرايه فجأة بتلاقي نفسها ان هي مش عاوزة ان هي تكمل، وفعلا بتمسح وشها وبتقعد. ولما عزيزة بتلاقيها قعدت بتقول لها انت قعدتي ليه؟ بتقول لها خلاص هدى ان هي مش هترجع تاني للشغل والنجاسة دي. وان عزيزة بتسألها طيب هتعرفي تصرفي على نفسك؟ هدى بتقول لها ساعتها ان هي هتتصرف. والباب بيخبط، فبتروح عزيزة تفتح الباب بتلاقي راجل غريب بيسأل عن هدى جميل منصور. وبتدخله عزيزة علشان تشوف هو مين وعاوز ايه، وبيبدأ يعرفها بنفسه وان هو محامي رضوان الرحيمي، وان رضوان اتنازل لها عن العزه بتاعته. وبتستغرب وبتقول انه جاي يتريق عليها، وبتزعق معاه. فبيطلب منها انه يكمل كلامه، وبيقول لها ان هي مش للبيع، وان هي مجرد هبه، وان هو عنده شرط ان هي تروح العزبه وتقعد هناك 6 شهور وما تمشيش منها طول الوقت ده، وكمان تروح لوحدها. ساعتها بتوشوشه هي وعزيزه، وبتقول لها ان هي شاكه ان الموضوع ده شكله كده تجاره اعضاء. وبيسمعهم المحامي وبيضحك على طريقتهم في التفكير، وبيقول لها انها تجرب وتروح العزبه. وبتكون لسه مش متاكده قوي ومش مطمنه منه، فبيكتب لها رقم 604 وبيسالها الرقم ده بيمثل لها ايه. بتخاف جدا هدى ساعتها وبتطرده من البيت. بيكتب لها رقمه وبيقول لها اتصل بيه على الرقم ده اول ما تحب ان هي تستلم الهبه بتاعتها. وبيقول لها ان هي تستخدم قلبها وان هي تعمل الصح. ولما بيمشي بتقعد هبه وبتقعد تفكر في الكلام، وتقعد تكتشف ان معاه حق، وان الرقم 604 بيمثل حاجات كتير جدا في حياتها، زي ان عيد ميلادها 6/4، وعيد ميلاد مامتها 4/6، وبيت باباها رقمه 4، وان اخر رقم تليفونها 604. وهدى بتكون في حاجه بتشدها ناحيه العزبه، وان كلام المحامي مش ناصبه، وان هي لازم تروح وتجرب. تاني يوم بتروح فعلا علشان تستلم العزبه، واول شخص بتقابله هناك راجل كبير اسمه جرجس، وبيقول لها ان هو في خدمتها 24 ساعه. وجوه البيت بتلاقي بنت تانية اسمها مريان، وبتستغرب جدا هدى ان كل اللي في البيت مسيحيين. وبترتاح لما بتقابل الست فاطمه، وبتسال هم عايشين معاها ولا هم ليهم مواعيد معينه بيجوا فيها. والمحامي بيقول لها ان هم هيكونوا معاها علشان يخدموها وعايشين معاها في البيت. وبيقول لها ان هي تقدر تطلع اوضتها، وهناك في ورقه تعليمات اللي هي لازم تنفذها. وبتقول له تعليمات ايه؟ وانت ليه ما قلتليش في البيت على التعليمات دي قبل ما نيجي هنا؟ بيعتذر لها جدا، وبيقول لها هو اصلا ما يعرفش التعليمات دي عباره عن ايه. وبيودعها لان كده خلاص مهمته خلصت، ومش هتشوفه خلاص غير بعد 6 شهور لو نفذت الشروط ساعتها وهي بتستلم العزبه والبيت. وفاطمه بتقول لها ان هي هتوصل لها الاوضه، وبتوافق هدى وبتاخد الشنطه بتاعتها. ولكن مريان بتقول لها ان عم جرجس هيوصلها الاوضه بتاعتها. وبتستغرب هدى لانها ولا بتضحك ولا بتبتسم، وطول الوقت وهي مبرقه. لما بتوصل الأوضة بتكون عاوزة تكلم عزيزة تطمن عليها، لكنها مش بتلاقي شبكة. وبتقلق هدى لأن هي كده مش هتعرف تكلمها لمدة 6 شهور، وكمان لو حصل لها أي مشكلة مش تقدر إن هي تكلم البوليس. وساعتها بتبدأ إن هي تدور على الورقة اللي المفروض إن مكتوب فيها التعليمات، وبرضه مش بتلاقيها. فبتسأل عليها فاطمة وبتقول لها هي فين الورقة؟ فبتقول لها بصراحة أنا مش عارفة مكانها، ولكن لو أنت عايزة تلاقيها أي حاجة في الأوضة شكلها مش عاجبك ابدأي حركيها، وساعتها هتلاقي الورقة اللي أنت عايزاها. وساعتها بتستغرب هدى جدا كلامها، وبتكون مش فاهمه. وتحت بيكون جرجس بيسأل مريان ايه رأيها في هدى، وانه حاسس انها مناسبه، ولكنها بتقول ان كل حاجه هتبان في وقتها. وفوق بتكون هدى بتدور على ورقه التعليمات، وبتلاقي 2 مفتاح في الدرج، واحد مصدي والتاني بيكون جديد ولونه ذهبي. وبتحس ان هي عايزه تاخد المصدي، وبيخبط الباب عليها وبتلاقيه عم جرجس جايب الشنطه، وبيفرح لما بيلاقيها ماسكه المفتاح المصدي، وبيقول لها ان ده مفتاح مهم جدا. وبتستغرب هدى وبتقول له ايه الحلو في مفتاح مصدي زي ده؟ فبيقول لها معرفش بس مهم. وبتستغرب هما ليه دايما بيتكلموا بالالغاز، ولما بتمسك شنطتها بتلاقيها خفيفه جدا. فبتزعله عشان فتح شنطتها، وبيحلف لها انه ما جاش جنبها، وبتقول له انه ينزل ويسيبها لوحدها.
فبتفتح هدى شنطتها وبتلاقيها زي ما هي، محدش خد منها حاجه، وبتحس ان في حاجه غريبه في البيت ده. وبتقف هدى قدام المرايه وبتكون زعلانه جدا من نفسها، وبتزق التسريحه من قدامها، لكنها بتلاقي خزنه وراها، وبتجرب تفتح الخزنه بالمفتاح اللي معاها، وبتلاقي صندوق موجود جواه جواب مكتوب عليه النصايح الذهبيه، وبتلاقي نصايح مش واضحه زي قلب المؤمن دليله، وليس كل ما يلمع ذهبا، وكمان لا تتعجل في الاجابات ستاتيك مهروله، وابحث عن رقمك لان في ختمه فضل كبير. وفي الاخر تحذير ان هي ما تقولش لاي حد اي حاجه من اللي في الورقه، وان هي لازم ترجع كل حاجه زي ما كانت. وفعلا هدى بترجع كل حاجه، لكنها مش بتكون فاهمه اي حاجه، وبتسمع صوت حد بيعزف على الكمان، وعزفه بيكون حلو قوي، وبتدور على الصوت لحد ما بتلاقي مريان، وبتقول لها ان عزفها حلو قوي، وبتسالها مريان لو بتحب العزف على الموسيقى، فبتقول لها هدى ان هي كانت تربيه موسيقيه لكن ظروفها كانت وحشه، وبتسالها لو ممكن تتمشى شويه في الجنينه علشان هي عجبتها، وبتوافق مريان وبتقول لها ان هي لازم تكون معاها، وبتوافق هدى. وبعد كده بيخرجوا هما الاتنين يتمشوا، وبتسألها هدى هي ايه ليه مش بتحب تبتسم وعلى طول حزينة، وبتعرف مريان انها حزينة لانها قتلت، وهدى بتقول لها لو هي قتلت يعني انسان. بتغير الموضوع، بتشاور على وردة وبتقول لها ان الوردة دي بتصرخ من كتر الألم، وهدى بتقول لها ليه بتغير الموضوع، ومريم بتقول لها تركز على الجزء اللي يخصها، وبتقول لها انها لو طبطبت على الوردة ممكن تكون سليمة وما تموتش. وبتسمع هدى كلامها، ولما بتسيب الوردة مش بتاخد بالها ان الوردة فعلا بقت جميلة ومفتحة، وبتمشي لان هي سقعانة وفعلا عايزة تروح الأوضة بتاعتها، وبيكون في حاجة بتراقبها، وبتطلب من جرجس ان هو يوصل هدى، وان هي هتروح تعمل حاجة وترجع على طول. ولما بتمشي بتسأل هدى عن مريان واللي قالته، بيقول لها ايه يعني انا كمان قتلت. فبتنصدم هدى من كلامه، وبتقول له ان هي عمرها ما عملت حاجه زي دي، وبيسالها عمرها ما قتلت صرصار او فار قبل كده، فبتقول له اكيد يعني قتلت صرصار او فار بس مش انسان. فبيرد عليها ان الفار والصرصار روح زي البني ادمين، لكن هدى بتبرر وبتقول له ان الصرصار والفار مؤذيين، وبيسالها هو ينفع نقتل الانسان لو مؤذي، بترد بتلقائيه وبتقول اه، وبتتفاجئ جدا من ردها وبتسيبه وبتمشي. وجوه بتقابل هدى فاطمه، وبتسالها لو كانت هي كمان زيهم، وبتضحك فاطمه وبتفهم ان جرجس ومريان عملوها معاها، وبترد عليها ان هي ما تقلقش لان هي ما قتلتش حد. وبترتاح هدى وبتفتكر ان هم كانوا بيضحكوا عليها، لكن فاطمه مش بتريحها وبتقول لها ان الاجابه مش مهمه، هم قتلوا ولا لا، الاهم هم هيقتلوا تاني ولا لا. وساعتها بتقرر تمشي، وبتكون فاكره ان الست فاطمه هتمسك فيها، لكنها بتسيبها. لما بتطلع الاوضه بتحس ان هي سقعانه جدا، وبتتدفى وبتنام في سريرها. وبالليل لما بتنام النور بيقطع، وبتصحى على صوت فيه دوشه جامده في الاوضه، فبتولع شمعه بتلاقيها جنبها، وبتروح تدور على مصدر الدوشه فين، وبتلاقي قدامها بنت صغيره ميته في الارض، ورقبتها فيها خرطوم فيه اكسجين، وبتصوت. وبتلاقي وراها على طول مريان، وبتقول لها على البنت. لما بتشاور لها فبتلاقي البنت اختفت، وما بيكونش في حد قدامها، ومش بتلاقي تفسير للي حصل، وبتخاف جدا، وبتقول لمريان ان هي عايزه تمشي، لكن مريان بتقول لها ان هي تنام دلوقتي وتهدى وبكره ان شاء الله تمشي. لكن فجاه بيتفتح شباك الاوضه بتاعتها والدواليب كأن في حد هو اللي حركهم، ولما بتقوم عشان تشوف مين اللي فتح الدولاب فبتلاقي صوت بيقول لها هتكون معاهم امتى. فبتلف وراها هدى علشان تشوف مين في الاوضه، فبتلاقي ست بتقول لها السلام عليكم، فبتتخض هدى وبيغمى عليها على طول. وبتصحى هدى وبتكون مصدعه، فبتروح عشان تشوف الدولاب وتغير هدومها، مش بتلاقي غير عبايه بيضه، فبتلبسها هدى وبتنزل، وبتكون فاطمه محضره الفطار ومستنياها، وبتحكي لها هدى انها حلمت حلم فظيع، وبتلاقي فاطمه بتاكد لها انها اقوى مما تتصور. وبتدخل مريان علشان تفطر، وبتسالها لو عرفت تنام كويس، لكن هدى بتقول لها ان هي حلمت حلم وحش جدا، ومريان بتقول لها عادي علشان المكان جديد عليها، وبتقول لها ان هي تخلي بالها علشان وقعت الشمعدان على الارض، وبتتجمد مكانها لانها بتفتكر ان كده كل اللي حصل ده كان حقيقه، وان مفيش اي احلام ولا حاجه. وبتزعق وبتقول لمريان ان هي لازم تفهمها ايه اللي بيحصل في البيت، ومريان بتقول لها وطي صوتك، وبتعرفها ان الصوت العالي ممنوع في البيت، وبتقول لها انها لو مش مرتاحه او عاوزه تمشي محدش هيمنعها. وبتطلع اوضتها لكنها بتتخض لما بتلاقي الست فاطمه في وشها، وبعدين بتقول لها ان هي حاسه ان البيت ده وراه سر، وان هي حاسه انها هنا السبب، وبتقول لها ان الاجابه على اسئلتها في 604، وبتخاف اكتر وبتقرر ان هي تمشي. وفاطمه بتقول لها ان باب العزبه مفتوح وتقدر تمشي وقت ما هي عايزه. وفعلا بتبدا تجهز هدى الشنطه بتاعتها وبتنزل علشان خاطر تركب العربيه، ولكنها بتحس ان الشنطه تقيله جدا جدا، وكأن في حد بيسحبها جوه البيت تاني، وبيساعدها جرجس وبياخد الشنطه، لكنها بتحس انها مخنوقه وروحها بتتسحب منها، وبيغمى عليها قبل ما تركب العربيه. وبتروح عزيزه وبتتخض اول ما بتلاقيها قدامها، وبتتوقع ان المحامي طلع نصاب وان هدى خلاص رجعت تاني. فهدى بتقول لها ان هي تجيلها، فبتقول لها تجيلها فين، وبتتخض اول ما بتلاقيها اختفت تاني، وبتخاف عزيزه، بتكون مش فاهمه حاجه خالص. وبالليل في العزبه
العلبة بيكون النور قاطع زي ما بيحصل كل مرة، وبيكون جابر وجرجس وماريا قاعدين بياكلوا وبيتكلموا عن والد ماريا اللي مات، وماريا بتقول لجرجس انه جنبها طول الوقت وقاعد معاهم دلوقتي، وبيطلب منها انها تسلم عليه وتقول له ان هو جاي له قريب. وبتصحى هدى على صوت دوشة، وبتكون حلمت انها شافت عزيزة وطلبت منها تيجي، وبتولع شمعة لما بتلاقي النور قاطع، وبتنزل تشوف فيه ايه، فبتلاقي النور رجع وعم جرجس قدامها، وبتطلب منه تفسير اللي بيحصل معاها، وبيقول لها انها اغمى عليها ونقلوها للسرير. فبتقول له هدى ان هي كانت في كل خطوة بتمشيها بتحس ان هي مخنوقة كل ما بتبعد عن البيت، وانها مش مرتاحة وخايفة. وعم جرجس بيقول لها انتي صليتي النهاردة؟ بتستغرب هو ليه بيسألها السؤال ده وهو اصلا مسيحي، وبيقول لها كلهم بيصلوا علشان خاطر يرتاحوا، وان الناس اللي بتصلي علشان تحس بوجود ربنا جنبهم، لازم تصلي علشان تطمن ان ربنا معاها. وبتحب هدى كلامه جدا وبتحس ان هو مريح. وجرجس بيطلب منها ان هي تيجي معاه علشان يوريها حاجة مهمة، وبيوديها عند 5 صور متعلقة على الحيطة، وبيقول لها ان التاريخ اللي مكتوب على كل صورة هو تاريخ ولاية كل واحد للبيت ده. وبعد كده النور بيقطع تاني وجرجس مش بيهتم وبيكمل، وبيشاور لها على اول صورة، وبتكون صورة الشيخ الرحيمي سنة 1898، هو اللي بنى البيت والعزبة وعارف كل اسرار البيت. وبتسأل هدى عن الاسرار، وبيرفض جرجس انه يكلمها، وبيديها معلومات بسيطة ان البيت ده اتبنى على ارض ليها قوة غريبة تقدر تعرف الشخص الشرير من كتر شره، وتدي الطيب رؤى واطلاع. وفي كل عصر في معركة بين الخير والشر، وان الخير هو اللي بينتصر. بعد كل معركة تبدأ واحدة جديدة، وهتفضل الحروب لحد يوم القيامة. وهدى ساعتها بتحس برعشة في جسمها وبتكون تعبت، وبتطلب من عم جرجس ان هو يكمل الكلام بعدين علشان تطلع تنام، وبيوافق عم جرجس وبيسيبها. وبتصحى هدى وهي مش مصدعة زي امبارح، وبتقف في البلكونة وبتلاقي 2 رجالة عند البسين. بتستغرب وبتروح تدور على اي حد في البيت تسأله مين دول، وبتقابل عم جرجس وبتسأله، وبيأكد لها ان مفيش اي حد هناك، وان مفيش حد في البيت غير ماريا وفاطمة، وان دول ممكن يكون اي حد بيعكسها، او ممكن يكونوا روح عبود وفاطين الرحيمي لانهم غرقوا في البسين من زمان. وبتقول له يوريها صورهم، فبيرفض وبيقول لها عشان خاطر تعرف تقعد في البيت لانها لو شافتهم ممكن تخاف، دول 2 ميتين من 64 سنة. وبتطلع هدى علشان خاطر تتمشى في المزرعة، فبيوقفها واحد وبيحط بندقية جنب دماغها، وبيسألها هي مين وبتعمل ايه هنا، وبتقول له ان هي من بيت الرحيمي. فبينزل البندقية وبيسألها ايه اللي جابها البيت ده، وبينصحها ان هي تمشي لان البيت ده مليان صحراء ودجالين، وانه كده ممكن يكون عاوزين يقدموها هي قربان لملك الجان. وبتخاف من كلامه وبتقول له انت مين، وبيقول لها انا جاسم صاحب الارض اللي انت واقفه عليها ويعتبر عمدة البلد. وبيقول لها ان هي تروح تقعد عنده لان البيت الرحيمي محدش بيطلع منه حي. بتستغرب هدى وبتقول له ان هي ما تعرفوش عشان تقعد في بيته، وبيقول لها ان هو راجل طيب ويعرف ربنا وانه هيعرف يحميها. في اللحظه دي ماريا بتكون بتنده على هدى وبتستأذن هدى وبتمشي، وبتكون شاكه فيه. ولما بتروح لماريا بتعرف انها كانت واقفه مع واحد اسمه جاسم، وبتحذرها منه لان غريب وهي مش بتطمن له، وبتقول لها تحكي لها قال لها ايه. وبترفض هدى وبتروح تقعد لوحدها. بتروح لها الست فاطمه وبتفرح هدى جدا وبتحكي لها اللي حصل وعن العمده، وبتقول لها ان هي تبعد عنه لانها مش بترتاح له. فبتسأل هدى هو ممكن تجيب عزيزه تقعد معاها، بتقول لها لو ده هيريحها اكيد هتعمل كده مفيش مشكله، وان هي هتبعت السواق يجيبها لها. وساعتها بتكون محتاره هم طيبين ولا اشرار ولا عاوزين منها ايه. وفجأة بيتغير صوت فاطمه وبتقول لها ان احنا عايزين نقتلك، وبتجري تطلع على اوضتها بسرعه جدا. وعند بيت عزيزة بيكون عودة موجود هناك، وبيحاول يقنعها ان هي تروح عنده هدى، ولكن هي بتشترط ان هي تسمع صوت هدى الاول، وبيعتذر لها لان هو مش هيعرف يعمل كده، وان مفيش اي شبكة في العزبة ولا تليفون ارضي. وعزيزة بتصر وما بترضاش وبتقفل الباب في وشه، لكنها بترجع في كلامها وبتفتح له الباب تاني وبتوافق تروح معاه علشان تطمن على صاحبتها. واول ما بتوصل البيت بتطمن هدى وبتسلم على صاحبتها. وعزيزة بتخاف لما بتشوف ماريا وبتكون عاوزة تروح، لكن هدى بتاخدها وبتطلع بيها على اوضتها علشان تحكي لها اللي بيحصل معاها. وبنروح على طول لبيت جاسم، وبيكون في مكان عامل زي الخرابة، وبيكون في حد ربطه شبهه بالظبط، وبيكون خايف يتكلم منه. وفي البيت بتكون عزيزة بتقول لهدى ان هم يمشوا لان كل اللي قالته عن البيت مش مريح. وبترفض هدى لان في حاجة بتشدها للبيت. وبتتأكد عزيزة ان هي برضو حست ان في حاجة بتشدها ان هي تروح تزورها عندها، وبتقول لها ان هي شافتها في البيت عندها بنفس اللبس اللي هي لابساه ده. وبتبقى هدى مصدومة ما كانتش متخيلة ان هي كده ما بتحلمش، يعني ده حقيقة. فهدى بتقول لها استني يمكن نفهم، وهو لو ما فهمناش هنبقى خدنا البيت وخدنا العزبة، وساعتها ممكن نبيعهم ونعيش بالفلوس بتاعتهم. وبتكون في روح شريرة بتراقب المكان.
فبتخبط عليهم مريان وبتستأذن تدخل، وبتكون ماسكة الصليب وخايفة من الروح دي، وبتقف عند زاوية من الأوضة وبتبدأ إن هي تقرأ أذكار مقدسة عشان خاطر تقتل بيها الروح دي. وبتكون روح المارد اللي على شكل جاسم وبتخنق المارد، وبيحاول إن هو يقاوم وبيبدأ يخنق ماريا لحد ما بيغمى عليها، وبتمسكها هدى وبتبدأ تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وبيبعد المارد لأنه بيكون قوته هو كمان ضعفت بسبب ماريا وهدى. وفي أوضة مريم بيكون عم جرج زي يطمن عليها، وبتحكي هدى اللي حصل وبتطلب منه إنه يفسر لها وبيقول لها إيه اللي بيحصل، وبيقول لها ان المعركة بدأت، وبيقول لها ان مريان كفيفة وهي بتحس بالأرواح الشريرة وكانت دايما حواليها علشان خاطر تحميها. وبتسأله عن المعركة وايه اللي بيحصل وفين الست فاطمة وليه بتظهر وبتختفي، وبيقول لها ان معركتها بدأت دلوقتي وانها لازم تدور حواليها عن الإجابات. وبتفوق ماريا وبتطلب منهم ان هم يسيبوها لوحدها لانها عاوزة تصلي. وبياخدها جرجس عند الصور وبيشاور لها على برواز فاضي ما فيهوش اي صور، وبيقول لها ان ماريا خسرت نظرها بعد سنه من وجودها في البيت، وان هي كفيفه بسبب معركه دخلتها مع ارواح شريره في جسم طفله صغيره، وان هي قدرت تكمل وتعتمد على حاسه الشم والسمع علشان تعرف تعيش. وبيكون الخادم ابو الدهب رايح عند المارد وفاكره جاسم، وبيسالوا المارد لو كانوا ذبحوا الاربع عجول اللي امر بيهم ووزعهم على اهل البلد، ولكنه بيقول ان هم عملوا كده بس اهل البلد اعترضوا وبيقولوا ان ما ينفعش ان هم يذبحوا بالليل. فبيقول له روح لهم وخد منهم اللي اخدوه كله وعرفهم ان انا عارفهم واحد واحد بالاسم وخوفهم منك. وبيظهر ان هو عارف حياته وبيسأله عن المخزن القديم وان هو ليه مقفول، وبيكون فعلا قصده على المخزن اللي العمدة كان محبوس فيه، وبيهدده ان اي حد هيروح هناك هيخرج من هناك جثة اكلها الدود. وبيخاف جدا ابو الدهب وبيمشي. وفي بيت الرحيمي بيعترف جرجس لهدى ان ربنا وضع فيها قدرات علشان تساعد الناس من الروح الشريره، وهدى بتقول له ان هي كانت واحده مش كويسه وان ده اكيد لا، وان مش ممكن ربنا يختارها. وبيفكرها جرجس ان هي تابت وان ربنا بيحب التوابين وبيقبلهم، واكيد ربنا اطلع على توبتها وتاكد ان هي فعلا صالحه. وبينصحها ان هي تتعمق في دينها شويه علشان تعرف سر رقمها زي ما هو كمان تاب عن اخطائه وتعرف لسر رقمه. وبيعرفها ان هو لقى سر رقمه في كتاب وبيعرض عليها انها تدور في كتابها، وبيسيبها جرجس علشان تنام. وفي بيت العمده بيروح ابو الدهب يواجه المارد بحقيقته وبيركع له لانه خايف يأذيه، وبيفكروا المارد ان هو اللي جابه وان هو كان عايز يسخر جن علشان خاطر يسمع كلامه، وان هو اللي سخره مع الاسف وعكس الموضوع وخلاه يعمل التعويذه بالعكس، وهو اللي خلاه ينشر الفساد في الارض وخلى ان هو ينسى دينه. وبيفهم من كلامه ان الجن ملوش اي سلطان على الانسان، وان الانسان هو اللي بيعمل الغلط وهو اللي بيسمح لهم ان هم يتحكموا فيه ويسيطروا عليه. وبيأمر المارد انه يمشي وبعدين يبقوا يكملوا. وبتروح البيت وبتقول لهدى ان هي حاسه ان جاسم معجب بيها، وبتتخانق هي وهدى علشان خاطر هدى فاكراها عاوزه تكمل في اللي هي بتعمله ده، وبتقول لها امتى هتبطلي وترجعي لربنا. وهي ساعتها بتقول لها انا مش قصدي اللي في بالك، انا قصدي ان انا عايزه اتجوزه وان ما فيش اي مشكله ان انا ابقى مراته، وان هي كمان مش شايفه اي دبله في ايده. وبتدخل عليهم الست فاطمه وبتفرح جدا هدى لما بتشوفها وبتسالها هي كانت فين، وبتستغرب عزيزه وبتسالها هي بتكلم مين، وبتقول لها فاطمه ما تكدبيهاش لانها فعلا مش شايفاني. وبتطلب منها تستأذن من عزيزه وبتخرج علشان عاوزاها وفعلا بتستأذن وبتروح علشان تفهم، وبتاخدها معاها لأوضة مريان. والست فاطمه بتقول لها تسأل مريان ان هي عايزه تشوف الست فاطمه، لكنها بتاخدها الأوضه وبتقول لها ان الست فاطمه جوه بس المفتاح مش معاها، وبتسألها عن مكانه فبتقول لها ان هو مع عم جرجس ومعاها هي كمان. بتفكر في المفتاح اللي هو كان مصدي اللي معاها وشايلاه، فبتاخده وبتجرب تفتحه وبيطلع فعلا هو نفس المفتاح ويتفتح معاها. وبتلاقي الست فاطمه نايمه على السرير وبتقول لها ان هي عندها شلل تاني، وبتقول لها تخرج بره الاوضه وهي هتحكي معاها على كل حاجه. وبعدين بتقول لها لما الانسان بيكون جوه نوم عميق بيقدر ان هو يطلع بره جسمه ويشوف اللي حواليه. فما بتفهمش هدى وبتبدا ان هي تسالها ازاي يعني ممكن تطلع بره جسمها اصلا. فبتقول لها ان هي واصله درجه كبيره جدا من النور والشفافيه وهي تقدر ان هي تطلع بره جسمها، وان هي كانت بتعرض نفسها للخطر في كل مره بتظهر لها فيها. وسألتها عن المرة اللي خوفتها فيها وكانت بتقول لها ان هي هتقتلها، فقالت لها لا ده ما كانش هي، في مارد بيحاول ان هو يسيطر عليها وهو اللي كان بيتكلم الكلام ده بدلها. وبتنصحها تركز في طريقها وتدور على سر رقمها علشان خاطر تكسب في معركتها، وان هي ممكن ترجع تشوف والست فاطمة ترجع تاني على ايديها. وبتستأذنها انها ترجع اوضتها علشان تعبانة، وبتقف هدى لوحدها وتفضل تفكر في كلامها واللي المفروض تعمله. وبالليل بيؤمر المارد ابو الدهب انه يرجع لسحره ويخلي مريان تقتل هدى الليلة دي، وبيروح ابو الدهب علشان ينفذ كلامه لانه بقى خادم ليه، وبيبعت لمريان ناس من الجن علشان خاطر يسيطروا عليها وتقتل هدى، وبيدخلوا جوه جسمها وبيخلوها تمسك سكينة وتروح لأوضة هدى علشان تقتلها. لكن هدى بتفوق وبتروح الطعنات كلها في جسم عزيزة، وبتصحى هدى من النوم وبتجري على أوضة مريان تطمن عليها، وبيكونوا الناس دي بيحاولوا يسيطروا عليها لكنها بتطردهم وبتطمن عليها هدى.
وبتاخدها في حضنها وبتفرح علشان هي بخير. والصبح بيتكلم عم جرجس مع عودة السواق وبيطلب منه انه يتكلم مع هدى لانه حاسس ان هي تايهه في اي حاجه ليها علاقه بدينها. وبيوافق عوده وبيأكد انه هيحاول يساعدها. وبتدخل عليهم في اللحظه دي عزيزه وبتسالهم هم ليه كل يوم بيفطروا نفس الفطار، وبتطلب منهم يودوها المطبخ علشان تعمل لهم فطار مختلف. وبياخدها عم جرجس المطبخ عشان يعرفها على كل حاجه. وبتنزل هدى عشان تفطر وبيقابلها عوده وبيقول لها ان فيها قبول من ربنا، وبتفرح هدى بكلامه وبتقول له هو كمان فيه قبول. وبيسالها هي مواظبه على الصلاه، فبتقول له ان هي بقالها سنين ما صلتش ومش عارفه هتعمل ايه في اللي فات. وبيفهمها عوده ان التوبه بتمحي كل الذنوب اللي فاتت، اهم حاجه انها تابت ورجعت. وبتفرح هدى من كلامه وبتساله هو عايش فين، فبيقول لها انه عايش قريب من هنا لانه متجوز وعنده اولاد وما ينفعش يعيش معاهم في البيت. وبتبص هدى في الشباك اللي وراها وبتشوف الست اللي شافتها قبل كده وبتترعب. وبيطمنها عوده بيقول لها ان هي ام مراته. تظهر الست فاطمه وبتطمنها ان كل اللي كانت بتشوفه تهيؤات عملها الشيطان علشان ما تساعدش المحتاجين. وبتطلب منها تطلع تتكلم معاها وتساعدها. وفعلا بتطلع لها هدى وبتسألها عن مشكلتها وبتقول لها انها خلفت بنتين، نور وماتت بضمور العضلات، وقمر اللي مصابة بنفس المرض، وان هي مش عارفة تعالجها لان العلاج ده غالي جدا جدا، ومش مهم تعيش او تموت، المهم ما تتعذبش من المرض. فبتزعل جدا هدى عليها وبتسألها ازاي تقدر تساعدها. فبتقول لها انها شافتها في الحلم لابسة اخضر في اخضر، ولما سألتها عن اسمها قالت لها هدى. ولما صحيت حكت لجوزها الحلم وقال لها ان دي الست اللي جت في بيت الرحيمية جديدة. وبتستغرب هدى عشان بقت ست البيت وبتقول لها طيب هساعدك ازاي، ربنا هو الشافي. فبتأكد ام نور ان ربنا هو الشافي بس ممكن يكون حط في ايديها الشفا لبنتها. وبتستغرب هدى وبتكون مش عارفه تعمل ايه. وفي بيت العمده بيكون قاعد مع الشيخ حسان وبيفتكروا العمده وبيشتكي له المارد من بيت الرحيميه ان في بيت فيه ستات ورجاله عايشين مع بعض من غير محرم وكمان في اديان مختلفه. وبيقول الشيخ طب وايه المشكله ما ده بيحصل من زمان عندهم، وبيدافع عنهم وبيقول انه عمره ما شاف عنهم حاجه وحشه. وساعتها بيشكك المارد فيهم وبيقول انهم سحرة ودجالين وان هم لازم يخلصوا منهم. وبالليل بيروح ابو الدهب لجاسم وبيترجاه جاسم يحرره هيديله كل ما يملك في المقابل يعيش ويتوب لربنا. وبيفكروا ابو الدهب ان هو اللي عمل كده في نفسه وان هو اللي حضر المارد، بس بيطمنوا ان المارد عمره ما هيقتله لانه مش مسموح له يقتل بشر بايده. وكمان لو خلص منه هيضعف لانه ما يقدرش يتشكل في صورة شخص ميت. وبيعتذر له ابو الدهب وبيمشي وبيسيبه. وببيت الرحيمية بتروح هدى لمريان علشان تطمن عليها. وبتفرح مريان لما بتشوفها وبتلاقيها جاية تطمن عليها. وبتسألها عن الكلام اللي سمعته من ام نور وازاي ممكن تساعد في شفا الناس. وبتفكرها مريان بالوردة اللي كانت بتصرخ من الألم وهي سلمت عليها وان الوردة رجعت تاني سليمة. وبتقول لها مريان ان ربنا ممكن يوهب عباده بقدرات مختلفة وان هي هالتها قوية وساطعة وتقدر تساعد الناس، بس هي برضو بتكون مش عارفة ازاي تساعد الناس. وببيت العمدة بيسأل المارد ابو الدهب عن النار وهل هي بتعجبه، بيخاف وبيقول ان شكلها مرعب. وبيسأله عن مريم واذا كان عارف يخلص من هدى، فبيقول له لا لان هدى قوية جدا والجن اللي بيستخدمه مش قوي كفاية. فبيعرفوا ان شياطين الجن ضعاف لكن شياطين الانس اقوى، فبيقرر انه بدل ما يموت هدى يرجعها لشغلها القديم. وبتكون عزيزة بتجهز وبتسألها هدى هي ليه نازلة في نص الليل، فعزيزة بتقول لها ان هي رايحة لبيت العمدة. فهدى بتقول لها ان اللي عايزة تعمله غلط وحرام، ما بتهتمش عزيزة وبتصر على اللي في دماغها. وبتمشي وبتدخل الست فاطمة بتواسيها لان الصحبة الوحيدة مش عارفة تتوب، وبتنصحها انها تكمل في طريقها عادي وما توقفش. وبتعتذر لها لانها مش هتعرف تظهر لها تاني لانها تعبانة قوي وظهورها بقى يرهقها. وبتشكرها هدى على مساعدتها ليها ودعمها. وبتروح هدى عشان تقف في البلكونة وبتفضل هدى تدعي ربنا علشان ينور لها طريقها علشان الناس اللي عشمانين فيها. فبتحس بالخنقة وان في حاجة بتشدها لتحت. وبتنزل تلاقي عم جرجس مشنوق ومتعلق قدام البيت. فبتروح لماريا عشان تبلغ البوليس وبتتصدم ماريا وبتقعد تعيط ومش فاهمة مين اللي ممكن يعمل حاجة زي دي. وبتكون عزيزة في بيت العمدة وبتحاول تجبر العمدة انه يتجوزها، لكن المارد بيواجهها وبيقول لها هي عايزة ايه وبيوعدها انه هيعمل لها اللي هي عايزاه واكتر ويجيب لها الدنيا تحت رجليها. لكن في المقابل هو عاوز حاجة تانية وبتقول له عزيزة عن الحاجة اللي عاوزها وبيغمى عليها من الرعب قبل ما تسمعه. وبتكون هدى قاعدة مع عودة وبتسأله عمل ايه في الاسم، فبيقول لها ان هم لسه بيدوروا. وبيديلها جواب كان سايبه عم جرجس وطلب منه ان هو ما يفتحوش غير ويديهولها هي بس اللي تفتحه. وبيطلب منها ان هي تحل لغز رقمها علشان تكون ست بيت الرحيمية. وفي المسجد بتاع البلد بيروح 2 شباب للمسجد وبيعترفوا له ان هم قتلوا عم جرجس. وبيسألهم الشيخ عملوا كده ليه، وبيقولوا له ان الخطبة بتاعته هي اللي خلتهم يعملوا كده. وبيتخانق معاهم الشيخ وبيقول لهم ان هو اكيد ما عملش الكلام ده وبينكر.
وبيطردهم بره وبيأمرهم يسلموا نفسهم، وبيفضل يلوم نفسه انه فتح باب للشيطان انه يضحك عليه، وبيفتكره هو قاعد مع المارد وبيسيبه يوسوس له عن حرمانية الاختلاط، وانه يتكلم عن بيت الرحيمية في المقابل هيبني له جامع كبير ويخليه امام الجامع والناس تلجأ له هو بدل ما يروح على بيت الرحيمية. وبيقتنع الشيخ وبيقع في فخ كلام المارد بسبب الخطبة العنصرية اللي بتخلي 2 شباب يقتلوا راجل كبير بسبب دينه، وبيروح الشبان يسلموا نفسهم وبيعترفوا بكل اللي عملوه. ولما بتعرف هدى بتقرر ان هي تحل لغز رقمها وتنفذ وصية عم جرجس، وبتطلع اوضتها وتفتح الخزنة وبتاخد ورقة النصايح الذهبية وبتقعد تفسر كل نصيحة فيها، وبتفكر في كلام عم جرجس لما قال لها انه دور على سر رقمه في كتاب، وبتفتح المصحف على اخر صفحة وهي 604 وبتفهم ان هي كانت القرآن الكريم، وبتقفل على نفسها وبتعتكف وبتقرر ان هي تختم القرآن، وبتبلغ مريان علشان تحضر لعزيزة أوضة غير أوضتها، وبتعرفهم إنها هتعتكف، وبتدخل عليها عزيزة وبتبلغهم إن هي اتجوزت العمدة جاسم وجاية علشان خاطر تلم حاجتها وتمشي، وبتكون في طريقها لأوضة هدى وبتمنعها مريان لكنها بتصر، فبتبلغها إن دي تعليمات من هدى، فبيمنعها عودة وبيديها حاجاتها، وبتفضل هدى في الأوضة لمدة يومين لحد ما بتختمه، وبتحس براحة وثقة عمرها ما حسيتها في حياتها، وبتقرر تروح لأوضة الست فاطمة عشان تساعدها تخف وتقوم تاني، وبتحط ايديها على دماغ فاطمة وبتبدأ ان هي تدعي باسم الله الشافي، وبتقرا سورة الفاتحة، وبيروح ابو الدهب لجاسم وبيقوله ان هو قرأ كل الكتب علشان يعرف يصرف المارد لكنه ملقاش طريقة، فبييأس جاسم وبيقرر انه يتوب لربنا، وبيلوم ابو الدهب لان هو اللي قرر فكرة السحر، وبينكر ابو الدهب وبيقوله ان هو اللي حضر المارد، وبيهدده انه اخر ما يزهق هيقتله علشان يخلص من المارد. وبيكون المارد مع عزيزة وبيتحكم فيها عن طريق التنويم المغناطيسي، وبيأمرها تقتل هدى وتجيب المفتاح اللي في رقبتها، وبتقول عزيزة انها هتنفذ كلامه وبتكون مش في وعيها. وفي بيت الرحيمية بتكون هدى قاعدة مع مريان وعودة وبيدعوا ربنا ان الست فاطمة تقوم بالسلام، وتوعدهم انها لو فاقت هتعمل نفس اللي عملته مع قمر بنت عودة وكمان هتساعد في عيون مريان. وبيتفاجئوا كلهم لما بيلاقوا الست فاطمة خارجة عليهم وبيفرحوا جدا برجوعها، وبتحاول مع مريان لكن بدون نتيجة، وبتكون مش عارفة تعمل ايه لكن مريان بتكون راضية. وبالليل بيروح ابو الدهب لجاسم يتخانق معاه علشان هو اللي حضر المارد، وبيذله بيعامله زي العبد، وبيقرر يقتل جاسم خلاص علشان خاطر يخلص من المارد، لكن جاسم بيترجاه ان هو يديله فرصة عشان خاطر يتوب، بيرفض ابو الدهب، وبيبقى المارد هو كمان بيتخانق وقوته بتضعف، وعزيزة بتكون موجودة في أوضة هدى علشان تقتلها، لكن فجأة هدى بتصحى وبتتفاجئ عزيزة من اللي كانت هتعمله، وبترمي السكينة وبتطلع تجري، وبتفوق هدى وبتبلغ الست فاطمة انها هتروح لبيت العمدة علشان تنقذ صاحبتها، فبتحذرها الست فاطمة انها تروح لوحدها وبتقول لها انها هتروح معاها، ومريم بتصر تروح معاهم هي كمان في البيت. وفي بيت العمدة بيكون أبو الدهب قتل جاسم وفي طريقه علشان ينتقم من المارد، وبيكون لسه المارد ليه تأثير على عزيزة، وبتروح له وبتقول له إنها فشلت في مهمتها، فبيقول لها تقفل الباب وتيجي عشان يعرفها إزاي تحضره تاني لأنه هيختفي، لكن أبو الدهب بيدخل عليهم وبتكون عزيزة ملحقتش تعرف أي حاجة، وبيسألوا المارد ازاي قدر ينفذ اي حاجة هو ما طلبهاش منه، فبيفكروا بكلامه اللي قاله عن شياطين الانس، وبيتوعد له المارد وبيأكد له ان هو هينتقم منه، وبيقول له ان هو هيقتل عزيزة ومحدش هيعرف يحضره تاني، وبيدي المارد المسدس لعزيزة وبيأمرها تقتل ابو الدهب. وبتوصل هدى في اللحظة دي وبتلحق عزيزة بسرعة وبتطلب منها تسيب المسدس، وبيفقد المارد سيطرته عليها وبيضعف في حضور هدى، وبيأكد لها ان معركته اكبر منها وانها مش هتنتهي. ما بتهتمش هدى وبتقول له ان اللي مع ربنا هو اللي هينتصر، وبيحاول ابو الدهب انه يهرب منهم لكنه بيختفي في اللحظة دي، واخيرا بيخلصوا منه وبيحمدوا ربنا انهم لحقوا عزيزة على اخر لحظة. وبعد فترة بتعرف ان مريان رجعت تشوف، وعزيزة هي كمان تابت ورجعت لربنا وعاشت في نفس البيت، وبتنصحنا هدى اننا كلنا نرجع لربنا ونبدأ من اول وجديد.